مفيش حاجة اسمها إن الشيطان هو اللي عمل لك الحادثة دي أو هو اللي بعت لك الأمر ده. لا لا لا، هي مش سايبة، ده الله هو اللي بيدير الكون كله. حواسك وصوابعك وإيديك ورجلك، في أي حاجة بتتحرك من غير ما المخ يديها إشارة إن هي تعمل الأمر ده؟ لا. كون إن أنا بنزل من بيتي وبرجع سليمة، ده فيه رعاية إلهية هي اللي محافظة عليا. محافظة عليا بقى من الطريق ومن العربيات ومن الطبيعة ومن عدو الخير اللي عايز يفرمني في أي لحظة. الله ممكن يسمح إن الرعاية اللي أنا فيها دي يبعد إيده بس شوية بس شوية، فبالتالي الخطوة اللي عايز يعملها عدو الخير فيا الله يسمح بيها. ليه؟ لأنها تكون تغيير في حياتي. أول ما أنا مفوق، لا ده أنا هشكر ربنا وأقول له رب ده أنا شفت الموت بعيني وأنت اللي أنقذتني. لا ده أنا أتريني في حماية طول الوقت وأنا اللي ما كنتش حاسة. لو حد جه قال لي الحادثة اللي حصلت لك دي ربنا ملوش دعوة بيها والشيطان هو اللي عمل ده، لا أنا ما صدقش. واللي قال لي كده ربنا يحميه، لكن أنا أرجع بقى لربنا وافتح كتابه وافهم. الله لو مش بيحبنا مش هيأدبنا، لأن في الآخر هو هيكافئ وهيحاسب.